في ناس لما بتوصل لسنة رابعة أو الفترة ما بين سنة رابعة والامتياز أو في الامتياز ما بتكونش عارفة هي عايز تعمل ايه بالظبط. وعلى فكرة ده الطبيعي جدا انك في الفترة دي ما تبقاش عارف انت عايز تعمل ايه. طبعا دي حاجة كويسة انك انت تبقى عارف انت عايز ايه بالظبط وماشي على التراك ده وبتاخد ستيبس معينة في الوصول للحاجة اللي في دماغك. ولكن انا قصدي ان الطبيعي الانسان ما بيكونش عارف او متأكد هو عايز ايه بالظبط بعد ما يتخرج او في الامتياز. وده بيقع ناس كتير قوي في غلطات، ان هو بيلود على عقله انه متاخر او مش عارف هو عايز يعمل ايه نتيجه الاكسبكتيشنز العاليه بتاعه اللي بيشوفها في السوشيال ميديا او بين اصحابه، ان انت لازم وانت عندك كام سنه لازم يبقى انت متاكد وعارف انت عايز تعمل ايه بالظبط. لا، عادي جدا ان انت تبقى في الفتره دي تبقى تايه وما تبقاش عارف انت عايز تعمل ايه، تسافر ولا تقعد، وهتشتغل ايه بالظبط في المجال. المهنة دي فيها كذا حاجة انت ممكن تشتغلها. فبيكون في عبء على عقله انه مش قادر يبقى عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط. لو شاف حد تاني مقرر هو عايز يعمل ايه فبيفكر نفسه متأخر. ولكن عايز اطمنك ان الطبيعي انك ما تكونش عارف انت عايز تعمل ايه. انت بتكتشف انت عايز تعمل ايه في الفترة دي. فلو انت طالب مثلا بتبدأ تنزل شغل، بتشوف العمليات عاملة معاك ايه، العناية الداخلي، الدياليسيس، مش فبتبدأ تجرب كذا حاجة لحد ما توصل لحاجة معينة انت مثلا حابب تشتغل فيها. ولكن انا قصدي لا، انا قصدي بعد التخرج هعمل ايه، هسافر ولا هقعد هنا ولا هشتغل فين بالظبط. فلو انت الكلام ده موجه لشخص هو مش عارف هو عايز يعمل ايه، ولكن برضه مش عايز يضيع وقت في ان هو مش عارف هو عايز يعمل ايه فيبدأ يتوه بين الاوبشنز الكتير قوي ويبدا يمشي في تراك بعدين يغيره وبعدين يروح حاجه تانية لان هو مش عارف هو عايز يعمل ايه. فانا جاي اقول لك لو انت الشخص ده، وبالاخص لو انت داخل على فتره الامتياز، في حاجه معينه دايما بقولها اللي هو حاول تمسك العصايه من النص. يعني ايه تمسك العصايه من النص؟ يعني انت مش عارف انت هتمشي في انهي تراك، فانت بتعمل حاجات معينه. هم 3 حاجات هقول لك عليهم. ال3 حاجات دول لو انت بعد كده بان قدامك طريق انت عايز تمشي فيه وهو ده اللي انت هتكمل فيه حياتك، فال3 حاجات دول هينفعوك في الطريق ده. لو انت قررت لا انا مش عايز ده وعايز الحته الفلانيه دي، فال3 حاجات دول برضه هينفعوك في الطريق ده. فانا بقول لك امسك العصايه من النص لما تعمل الحاجات دي، لان هي هتنفعك في اي واي انت هتقرر تمشي فيه بعد كده. لو انت حاليا مش عارف انت عايز تعمل ايه وموجود في فتره الامتياز او في سنه رابعه، او يعني مقرر او لسه مش عارف انت داخل على ايه. اول حاجه المعلومه، لازم تشتغل على المعلومات بتاعتك ان هي تبقى اعلى حاجه. لازم تطور من معلوماتك، لازم تقرا كتير. الحاجه دي هتنفعك سواء سافرت، سواء قعدت هنا، سواء اشتغلت في اي مكان. دايما المعلومه بتدي قوه للي معاك او للشخص اللي معاه المعلومه ده اي واي مشي فيه. تاني حاجه البراكتس، لازم يبقى عندك خبرة معينة. مش قصدي خبرة على ورق، دي مطلوبة طبعا ولكن انا عايز انت ايدك تبقى في البراكتس شاطرة مع المعلومة. اوعى يبقى عندك العيب بتاع ان انا اعرف اشتغل وما عنديش معلومة. احنا عارفين دي اسمها ايه. انا قصدي ان انت وانت بتطور من معلوماتك يبقى ايدك كمان كويسة في البراكتس، عشان لو سافرت مثلا او اشتغلت هنا او رحت في اي طريق او حتى درست او ايا كان، الخبرة العمليه، المهاره العمليه اللي بايدك هتنفعك في اي طريق انت هتمشي فيه. فدي الحاجه التانيه. الحاجه التالته اللغه، حاول تبقى اللغه وبالاخص الانجليش معاك في اي حاجه انت هتمشي فيها. سافرت عملت انترفيو في مكان شغل، فهو اكيد هيحتاج ان انك انت يبقى عندك لغه الانجليزيه بتاعتك كويسه. هتشتغل مع اجانب، هتشتغل مع جنسيات تانية، فبالتالي الانجليش بتاعك هيبقى كويس. محتاج تسافر، محتاج يا سيدي تقدم على منحه، فانت جاهز الى حد ما بكل التؤسة. حاولت يا سيدي تدرس في جامعة خاصة، حاولت تعمل اي حاجة، دايما هتلاقي الانجليش مطلوب. فال3 حاجات دول طبعا مش هم الحاجات اللي انت بس تشتغل عليهم. انا قصدي ان انت لو مش عارف او مش مقرر لسه هتعمل ايه، داخل على سنة الامتياز وعايز تطور من نفسك وعايز تعمل حاجات بس لسه مش حاطط ايدك على الطريق اللي انت تمشي فيه، فانت حط ايدك على ال3 حاجات دول. امسك العصايه من النص بال3 حاجات دول: معلوماتك وخبرتك العمليه اللي بايدك والانجليش. لو ركزت على ال3 حاجات دول بس في اي طريق انت هتمشي فيه بعد كده، قررت تسافر هتلاقي الحاجات دي تنفعك. قررت تقعد في مصر تشتغل اي مهنه في التمريض هتنفعك. قررت تطلع منحه، ال3 حاجات دول هتنفعك. اي طريق هتمشي فيه ال3 حاجات دول هتبقى معاك. فحاول وانت داخل على الامتياز ما تشتتش نفسك بالاوبشنز الكتير المتاحه. ما تقولش انا هعمل ايه واخد كورسات ايه واعمل. ال3 حاجات دول بس فقط
اللي يبقوا في دماغك وانت موجود في الامتياز. اشتغل على معلوماتي، اشتغل على الخبرة، اطور من مهارة ايدي مع المعلومة، وفي نفس الوقت الانجليش. الثلاث حاجات دول انت تشتغل عليهم بعد الامتياز، الدنيا هتبدأ توضح معاك شوية. هتعمل ايه، هتروح فين، هتلاقي الحاجات دي نفعتك في اي واي انت هتمشي فيه.